وصفتنا النهاردة حلوة قوي، كيكة بصوص الشوكولاتة بطريقة هشة جدا. خليكم معايا، هي كلها بالكوباية، حجم كوباية واحدة بس. هنحط كوباية سكر، كوباية لبن، 4 معالق كبار كاكاو اسباني خام، نوع يكون جودته كويسة. اضربهم كويس في الخلاط، اضيف عليهم كوباية، نفس الكوباية هضيفها زيت. هيبقى الخليط عندي ناعم كده وكريمي. هاخد من الخليط بتاعي كوباية الا ربع من الخليط اللي انا عملته اللي هو الكاكاو. بعد كده هضيف 3 بيضات، كيس فانيليا، معلقة خل كبيرة، اضربهم كويس في الخلاط. بعد كده هنزل بيهم في بولة. هجيب كوباية ونص من الدقيق، عليهم معلقة نسكافيه، ذرة ملح، كيس بيكنج باودر. بعد كده هنزل بيهم تدريجيا على الخليط بتاعي. المقادير ديك مظبوطة 100%، والنتيجة حلوة جدا. لو خدتوا بالكم انا بنزل بالدقيق تدريجيا، يعني مقدار الكوباية ونص فاضلي حوالي معلقتين من الدقيق بس، مش اكتر من كده. بعد كده هنزل فيهم بالقالب بتاعي. قالب يكون مربع، حابة اعملها في صينية مدورة ان هي تبقى زي التورتة، مفيش اي مشكلة. يعني المتاح عندك اعمليه. شايفين النتيجة حلوة جدا. معلقه الخل اللي انا حطيتها في الخلاط وهو الخليط بيتضرب بتدي هشاشه حلوه قوي للكيك. بصوا لو خدت بالكم الكيك بتاعي هش جدا. بعد كده بنزل بمعلقه نسكافيه صغيره لو متاحه، ومع يعني نص كوبايه لبن دافي، واشرب الخليط الكيكه كده هو زي ما انتوا شايفين اهو. ما يعني ما ادلقهاش كده هو، لا، بالمعلقه بتاعتي، واروح نازله بيها سنه سنه. بعد ما تتشرب الكيكه بنزل بصوص الشوكولاته اللي انا سبته على جنب. لو صوص الشوكولاته تقل مني بروح بزوده حوالي ربع كوبايه من اللبن الدافي، واقلبه كويس جدا. هبص الاقي الخليط بتاعي بقى خفيف شويه وبقى ناعم كده هو، وفيه لمعه حلوه قوي. والنتيجه زي ما انتوا شايفين كده هو، الكيكه هشه وصوص ناعم جدا. وبألف هنا.